كان يحظى بدعم النادي الخاص بالنواب الفاسدين الذي كان يضم جميع التيارات السياسية في البرلمان الأوروبي، ولعدم تحمله معارضتي لهذا المشروع فقد اقترح أن يقدم لي هدية في مقهى في مونبولييه بشكل سري. لم تكن دعوة على إبريق شاي، بل كانت دعوة لعرض رشوة من وزير الفلاحة الأسبق عزيز أخنوش على هذا النائب البرلماني السابق. فضيحة فجرها جوزيه بوفيه الذي شغل منصب مقرر لجنة التجارة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بين عامي 2009 و2014، والمكلف بملف اتفاقية التبادل الحر حول الخضر والفواكه مع المغرب. الفضيحة المدوية التي تضاف إلى سجل فضائح المخزن حتى على حلفائه قوضت أركان البرلمان الأوروبي ووضعت أوروبا قاطبة في مرمى نيران الرأي العام المحلي والدولي. 15 نائبا أوروبيا وصفهم النائب السابق جوزيه بنادي المفسدين كانوا قد تلقوا رشوة من لدن عزيز أخنوش الذي يشغل حاليا منصب رئيس الحكومة في نظام المخزن. القضية التي تولت النيابة العامة البلجيكية التحقيق فيها كشفت عن تورط فعلي للنواب الأوروبيين في قضايا رشاوي قدمها لهم أخنوش الذي كان وزيرا للفلاحة وقتها، في حين أقر بعض من النواب المرتشين عن كونهم جزء من منظمة تستغلها المصالح الاستخباراتية المخزنية. سلسلة فضائح نظام الرباط التي أضحت حقيقة مؤكدة لم تتوقف على التجسس والتلاعب بالتقارير فحسب، كما لم تعد تستهدف من يعتبرهم المخزن أعداء له. والشاهد هنا فضيحة أخرى فجرتها جريدة لوموند الفرنسية على موقعها الإلكتروني، حيث تم توقيف إحدى نواب البرلمان اليونانية إيفا كايلي بعدما أقر رفيقها فرانشيسكو جورجي الخميس الماضي للمحققين البلجيكيين إنه وكايلي كان ضمن منظمة يستغلها المغرب بهدف التدخل في الشؤون الأوروبية. الصحيفة الفرنسية ذكرت أن النائب الاشتراكي الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري مؤسس المنظمة غير الحكومية محاربة اللاعقاب وقع هو الآخر في براثن الرشوة المخزنية بعد تلقيه أموالا بواسطة الدبلوماسي عبد الرحمن عثمون سفير المغرب الحالي ببولندا. وثائق قديمة وسرية من البعثة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي كان قرصان إلكتروني قد نشرها العام 2014 تشير الوثائق إلى أن بانزيري قد قدم على أنه ذلك القادر على الدفاع عن المبدأ المزعوم لسيادة المغرب على الصحراء الغربية المحتلة. منذ أسبوع وردتنا معلومات حول الضغوطات الممارسة على الشعب الصحراوي. لقد نددنا بتلك الممارسات منذ سنوات. لقد شهدنا كيف تقدم الدبلوماسية المغربية الرشوة للجان البرلمانية، وقد شهدنا أن المغرب كيف يتجسس على الأوروبيين، وتقوم بالتحرش الدبلوماسي على عدد من اللجان الخاصة بحقوق الصيد والفلاحة. نحن نندد بشدة هذه الأفعال المشينة الكافية من أجل أن يتخذ الاتحاد الأوروبي الإجراءات ضد المغرب. مكائد المخزن وآلاعيبه القذرة ما تنفك حتى ترتد عليه لتتحول إلى فضائح بعضها فوق بعض، فضائح لا شك أنها عرت نظام الرباط، والقادم أسوأ على زبانيته.